السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما تفرج ما تنساش تشترك في هذه الصفحه هذه باش تشجعنا وتنتشر هذا المحتوى اللي كنشرو وتشجعونا باش الصفحه تقبل لنا، وشكرا لكم. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا الاعلام العربي كيرشح وكيدعم المنتخب الوطني للشباب في النهائي ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الارجنتيني. وتبارك الله كاع الاعلام العربي والمؤثرين كيرشحوا. وشوف شنو كيقولوا على المنتخب المغربي، وفرجه ممتعه. مع الارجنتين كاين واحد السر غادي نقولوا لكم، سمعوا معايا مزيان. راه ما يمكنش يوصلوا للمربع الذهبي ديال الكبار، وما يمكنش الاولمبيات ياخذوا حتى هما ميداليه. الواحد يعني صاحي من النوم بقاله كتير ولسه مش مستوعب الانجاز اللي المنتخب المغربي اسود الاطلس عملوه وبقوا في كاس العالم، في نهائي كاس العالم للشباب. جمله من كتر ما هي مش منطقيه. منتخب المغرب ما عندوش حدود للطموح والأحلام. منتخب المغرب بيقدم كل شيء. أشبال أسود الأطلس أبهروا العالم، بداية من لقاء أسبانيا اللي فازوا فيه 2-0، ثم فوزهم على منتخب البرازيل 2-1 وإقصائه من المونديال. المغاربة ما خلوش نفسنا في حاجة صراحة. احنا بنتفرج، المغرب نازلة تلطيش في العمالقة، ومش اي حد، ده كل واحد كسبته المغرب، اللي واخد كاس عالم واللي مرشح ياخد كاس عالم. ودابا ها هما في الفينال وغادي يلعبوا على كاس العالم. كاينه شي حاجه تما، ها هي غادي نوريها لكم. في ماي 20 ماي اللي فات، شوفوا التصويره هذه، واحد الاجتماع ديال السيد فوزي القجع. كده اهو في صعوبه بتتقال، ولكن دي حقيقه. اسود الاطلس بتثبت نجاحات بقالهم 3 4 سنين. منتخب محلي واخد افريقيا، اولمبي واخد برونزيه، المنتخب الاول رابع العالم، منتخب الشباب في نهائي كاس العالم وممكن يكسب كاس العالم، خلاص اتحدد. ثم فوزهم على كوريا الجنوبية، وفوزهم على أمريكا، وأمس فوزهم على منتخب فرنسا القوي الشرس العنيد بركلات الترجيح. منتخب المغرب هيقابل منتخب الأرجنتين. لا، دلعونا المغاربة، دلعونا المغاربة. وفي نهائي كاس العالم امام الارجنتين احنا بنحلم، احنا بنشوف اللي عمرنا ما شفناه. هيلاعب الارجنتين في النهائي، تبقى مباراة صعبة جدا، ولكن خلاص احنا دلوقتي داخلين النهائي. عادي لازم المغرب يكسب كاس العالم، لازم عادي جدا. هو منتخب اوروبي قادر يكسب الارجنتين. مع الفريق اللي جا واللي كان لاعب النهائي ديال كاس افريقيا، هذا راه انجاز. ولكن فاش جلس معاهم كيقول لهم ما بقاش، خاص نمشيو وما نبقاوش غاديين على ود احنا الاولين ولا الثانيين ولا الثالثين. هيقابل واحد من اقوى المنتخبات واقوى المدارس الكرويه. ان شاء الله النصر للمغرب، ان شاء الله الفوز للمغرب، ان شاء الله كأس العالم في الدار البيضاء. وبنسمع اللي عمرنا ما سمعناه، وبنشوف منتخب المغرب بيطلع مين. ده بيبدأ باسبانيا والبرازيل، وده مستحيل يحصل انك تحط في مجموعة المغرب واسبانيا والبرازيل. خاصنا الفوز، وهذا الشيء هذا اللي ولاو الولاد حاطين بين عينيهم، وهذا الشيء هذا اللي شفناه في المباريات اللي لعبوا وكيتقاتلوا. كتشوف دراري كيتقاتلوا باغيين هذاك الكاس، ما باغيين شي حاجه اخرى من غير داك الكاس. ما هو انا مش شايف حاجه خالص غير ان المغرب يكسب. مش هينفع نتنازل عن البطوله دي، مش هينفع. احنا محتاجين لقب عالمي، محتاجين لقب عالمي للمغرب، محتاجين لقب عالمي لافريقيا للعرب بشكل عام. البرازيل، اسبانيا، كوريا، امريكا، كل الفرق يقدر ان هو يحط عليها. فبصراحة يا بختكم يا مغاربة، ويا بختكم يا اسود الاطلس. وديما مغرب، ديما مغرب، ديما مغرب. الارجنتينيين كيقولوا نهار الحد غنغلبوا المغرب. سمعوا سمعوا. اتنين مرشحين ياخدوا البطولة، واحد في نهائي كاس العالم، واحد في نهائي كاس العالم. فتلطش الاتنين دول وتروح على كوريا اللي هم برضو واخدين برونزية كاس عالم برضو للكبار، والله اعلم للصغار اكيد خربينها برضو، منتخب كبير. داكشي علاش ديك الرساله اللي صيفط لينا المنتخب الارجنتيني كيقول لك راه غادي يغلبوا، كنقول لكم من هنا ما غاديش يغلبوا، ولكن خاصنا نبدلوا الخطه شويه.
لعبنا كنرجعوا اللور ونخليو المنتخبات الاخرين نخليو لهم بزاف ديال المساحات. وخلاص باقي على الحلم خطوه. بالله بالله ان شاء الله كل الدعم، كل الدعم، وباذن الله باذن الله منصورين باذن الله. والله حاسس انها قريبه جدا. ومع احترامي للارجنتين انا شايف المغرب افضل. امريكا ومترشحه ان هي توصل للنهائي. فرنسا ودي تاخد كاس العالم مستريح ومحدش يقدر يتكلم. المغرب بتكسبهم كلهم، مفيش حد يقدر يعمل اللي عملوه اخواتنا المغاربه ده. وحنا غادي نجاوبوهم بطريقه المهاجم ديالنا الزبيري، كالما. الا نتوما سخنوا عليكم جنابكم حيت ربحتوا جميع المباريات في هاد كاس العالم لاقل من 20 سنه. البارح شفنا المنتخب المغربي مع منتخب فرنسا، يعني مباراة كانت قوية، مباراة كانت مليحة. المنتخب الفرنسي ما قدرش. ولكن دابا سالا، دابا راه لاعبين على الكاس الفينال، ما بقاش الحسابات. يعني خاصهم من الاول يزربوا عليهم وما يخليو لهمش لي سباس فين يلعبوا، وما يخليو لهمش ديك الثقه ديالهم. بغينا نوريو الارجنتين شكون هما المغاربه، والمغرب اقوى. وباذن الله يعني اقول ايه، لا احنا باذن الله هنكسبهم باذن الله. ومفيش حل اصلا ولا طريقه غير اننا نكسبهم. كلنا ثقه فيكم، وكلنا فخورين بيكم، وكلنا بنرفع لكم التحيه. ان في كاس وفي بطوله واحده يطلعوا كل ده ويكسبوا كل ده. البرازيل، فرنسا، الارجنتين، اسبانيا، محدش عمره من اللي كسبوا كاس العالم اللي فاتت محدش كسب كل ده. ما قدرش حتى وين خلاص سي بون، لازم يزيد لهم هذيك 30 دقيقة تاع الاشواط الاضافية وخسروا، والمنتخب المغربي يتأهل الى النهائي. وكما كانوا كيقولوا شحال هادي ربحنا فريق، الحمد لله من هادشي كامل ربحنا فريق. حيت الدراري ديال 20 عام مازال غادي نشوفوهم ان شاء الله يلعبوا المنتخب المغربي الاول، ونشوفوا انجازات في المستقبل. المغرب في نهائي كاس العالم للشباب بعد الفوز على فرنسا بضربات الترجيح، وخدنا طارنا يا فرنسويين، خدنا طارنا من هزيمه المنتخب الاول في كاس العالم 2022. منتخب المغرب للشباب في النهائي وهيقابل الارجنتين، وباذن الله باذن الله البطوله مغربيه عربيه افريقيه. فخر بصراحه لينا. والبارح غلبتوا كولومبيا في ديربي امريكا اللاتينيه في الدومي فينال ب1-0. حتى حنا راه وصلنا للفينال وتصدرنا لدور المجموعات في اصعب مجموعه اللي كان فيها الصبليون والبرازيل والمكسيك والمنتخب ديالنا. نضرب لكم مليون سلام على الاداء العظيم والتشريف اللي انتوا عملتوه ده. خليتوا راسنا مرفوعه لسابع سما يا مغاربه. ان شاء الله كاس العالم للشباب من نصيب اشبال الاطلس. ولا حد لاعب اللي لعبته المغرب ده مستحيل تجيب لي ان في منتخب خد كاس العالم طلع اسبانيا والبرازيل وكوريا وامريكا وفرنسا ودخل على الارجنتين. مستحيل. ده ما لعبش منتخب غلبان مثلا نص نص كده زي مصر. وزيد عندك منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين يتأهل الى النهائي. منتخب الارجنتين ربح كولومبيا 1-0. شوف واسمع، المنتخب كيخلع، والله حتى كيخلع وحق الرب. التاريخ يعيد نفسه عمي، غادي نطيحوا ضد الارجنتين في النهائي. سيناريو كاس العالم 2022 كيتحقق في 2025. المنتخب المغربي هيلاعب المنتخب الارجنتيني في نهائي كاس العالم تحت 20 سنه. النتيجه معروفه وهي ان المغرب هتكسب كاس العالم. قلت لي عرفت ازاي؟ هقول لك لانك عمرك ما شفت المغرب بتخسر. المغرب في الكوره جامده زي المنتخبات التعبانه دي شويه. لا كله من فوق وانت رايح، كله من فوق وانت رايح. وشوف بقى كرم ربنا، شوف بقى كله ده امبارح. وبصراحة المغرب والقائمين على كرة القدم في المغرب بيترفع لهم القبعة على التطور وعلى الإنجازات اللي بتحصل على مستوى الكبار، على مستوى الشباب الناشئين. المنتخب الأولمبي شفنا في الأولمبيات ما شاء الله كانوا في المربع الذهبي، بحاجة كبيرة، شيء كبير والله، وإنجازات كبيرة. هذه المجموعة بوحدها المحللين سموها مجموعة الموت، وحنا تصدرناها وفزنا على أكبر المرشحين الصبليون
والبرازيل. وبلا ما نهضروا على كوريا الجنوبيه والولايات المتحده الامريكيه اللي كانت حتى هي من ابرز المرشحين للفوز بكاس العالم. ولكن هاد المره بالشباب جينيراسيون زد. البارح المغرب كامل رجع زلاجي، كلشي خرج كيفرح ويطبل، رغم ان المنتخب المغربي وصل للنهائي غير مسكت. وملي المغاربه كيخرجوا يغوتوا يقول لك انه كاينين صافي عرف الربحه جات. يعني كولومبيا ثاني المنتخب مليح، هذا راهم في الدومي فينال مع منتخب مليح ويلعب. الارجنتين ربحوا كولومبيا، راهم في الفينال. واش رايكم في هاد لا فينال؟ عمرنا ما شفنا المغرب في الكرة بتخسر في الفترة الأخيرة، لأن هي منتخب جامد في كل المراحل العمرية. المغرب جامد. لو ولاد المغرب بعد الملحمة والمباراة البطولية اللي عملوها وضربات الجزاء كنا خسرنا ضربات الجزاء لا قدر الله ورحنا، كنا محتاجين نضاعف، محتاجين هم يضاعفوا اللي عملوه ده قدام فرنسا عشان يعملوه قدام كولومبيا عشان ياخدوا برونزية. المهم المباراة تكون نهار الحد مع 12 ديال الليل، لا رجوع، الى الامام الى الامام. قولوا لي التوقع ديالكم، واش المنتخب المغربي يقدر يعلي كاس العالم للشباب ولا لا؟ خلوها. والمنتخب الفرنسي اللي تخطيناه بالنية ديالنا وبالجرينتا، هما الارجنتينيين معروف عليهم على انهم دائما تيحاولوا يستفزوا الخصوم ديالهم وتيحاولوا ينقصوا منهم. ولكن نذكركم ولا ما نذكركمش بالاولمبيات ديال باريس، وكولومبيا ممكن ترضى بالبرونزية، هم مش هيبقوا راضيين بالبرونزية، فتبص تلاقي العيال زعلانة شوية، الدراري زعلانين مالهمش نفس، يقول لك كنا خلاص هنوصل في النهائي فيخسروا وياخدوا الرابع بقى، فييجوا زعلانين وييجوا بقى ايه. على كل حال هاد لا فينال ماهيش حاجة سهلة، وتتربح ما تتلعبش. دوك ما نقولوش المنتخب الارجنتيني يلعب خير ولا المنتخب المغربي يلعب خير، لي بروفيتي لوكازيون يماركي. وشغل حاصل على ارض الملعب وبره ارض الملعب، منشآت، تجهيزات، لاعبين بيشتغلوا على عقليه اللاعبين، بيخلوا اللاعبين يحترفوا، ودي الحصيله، دي النتيجه. المغرب في نهائي كاس العالم للشباب. ربما المنتخب الاولمبي ديالكم كان اقوى من هذا المنتخب وربحناهم، ونهار الحد غادي نواجهوا المنتخب الارجنتيني بدون مركب نقص. هما غادي يلعبوا الكره ديالهم وحنا غادي نلعبوا الكره ديالنا وبالاسلحه ديالنا. زعلانين بقى، كسبنا كل ده وفي الاخر ما نوصلش للنهائي. والجمهور المغربي الناس كتير كانت هتزعل، تقول لك لسه هنستنى تاني. 1-2 خلاص الحكايه. على كل حال اي باين احنا رانا مع المنتخب المغربي، بالتوفيق المنتخب المغربي. زيدوا قولوا لنا انتم واش رايكم هاد النهائي. وعندي ثقه كبيره على ان الدراري ديالنا غادي يحمروا لينا وجهنا وغادي يتقاتلوا حتى الاخر ثانيه من المباراه باش يكتبوا التاريخ ويجيبوا اللقب العالمي. انجاز كبير جدا باذن الله البطوله المغربيه. الف مبروك للشعب المغربي الجميل، والف مبروك للمنتخب المغربي، وباذن الله كاس مغربيه. لما منتخب الفتيان 17 سنه اللي هيبدا كاس عالم في قطر 3 نوفمبر لحد 27 نوفمبر لما يلعب تاني ويكسب لنا دول بوس اخي ميسي. ولكن هاد المره المغرب اللي لعب ضدك نهار الحد وجد لي راسك المهلكه، ما كاينش نهار الحد غادي نربحوا المغاربه هادو. بلا ما تخرج عاوتاني في ستوري خرج قلنا اغناسيو وما عرفتش كنتي قلتي لنا اخر مره. شنو قال اخوتي اخر مره؟